عام 82 الناس شافت دخان طالع من أوضة رئيسية في قصر، ودخل الدخان البرج الرئيسي للقصر ده ودبت فيه النار وطفت بعدها من غير ما حد يتدخل. أصوات غريبة وأنوار بتقيد وتطفي عند نص الليل. طبعا عرفتوا بنتكلم عن إيه؟ قصر البارون. يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، وحشتوني جدا. معاكم مايل كفوري في حلقة جديدة من برنامج هواه يرد الروح على راديو 2 FM. زي ما تعودنا بنقضي يوم ورحلة كاملة نروق فيها عن نفسنا، لكن المرة دي هنعيش حاجة مختلفة. هنشوف معرض أثري بيورينا حي مصر القديمة في أول القرن العشرين، وبيت رعب مليان أساطير. تعالوا بما إننا المصريين بنحب الحواديت نعرف أغرب قصصه وهنروحه إزاي وهنشوف إيه هناك، ونختم بلفة حلوة. القصر في شارع العروبة على طريق مطار القاهرة الدولي، فأنت لو في رمسيس أو في السلام هتلاقي باص ينزلك قدامه. تذاكر القصر ب10 جنيه للطالب المصري و20 جنيه للساكن العادي، وبيفتح من 9 ل6، فالميعاد مناسب للجميع حتى بعد الشغل بتاعك. صاحبه إدوارد إيبان مهندس بارع جدا، وكان بيحب السفر جدا جدا. لف بلدان كتير وعاش في الهند فترة طويلة، وعشق الأساطير القديمة، فقرر يدور على مكان أقدم. فجه على أم الدنيا، حبها لحد الجنون، وقال إنه هيستقر فيها خلاص. فدور على مكان في الصحراء، ربوة هليوبوليس، علشان يبني عليها القصر. بناه على الطراز الهندي عشان كان حابب يعترف للهنديين بجميل عملوه لما كان في الهند، كان تعبان جدا وهم أنقذوه. ففي القصر هتشوف تماثيل لبنات هندية راقصات وفرسان معاهم سيوف، وتحف أسطورية من الهند. بلكونات القصر متزينة بتماثيل مرمرية على شكل أفيال. في كمان برج بيدور دورة كاملة كل ساعة عشان يخلي اللي قاعد فيه يشوف كل اللي حواليه من كل الجهات. فدقة عالية جدا في القصر ده دورين والشمس ما بتغيبش عن القصر. كانت أغرب قصصه بقى قصة متعلقة بالأوضة الوردية أو أوضة المرايا اللي بيحبها البارون جدا، وكان بيقعد فيها بالساعات كل يوم. حرم على عيلته إنهم يدخلوها، ولسبب غامض كان رابطها بسرداب طوله 5 كيلومتر مع كنيسة البازاليك اللي اتدفن فيها. البارون كان عايش مع هدوء جامد مع عيلته، لعند ما بنته آن اتعرفت على زميلة ليها اسمها سيلفيا من عبدة الشياطين. سيلفيا ادت آن هدية، لوحة عليها صليب مقلوب، وعلقتها في أوضتها. من وقتها الكل لاحظ تغيير غريب في شخصية آن، عشان كانت بتجتمع بسيلفيا لما والدها يسافر في السرداب. كانوا بيسمعوا موسيقى عالية ويرقصوا بهستيريا، ويذبحوا طيور وحيوانات بالذات الخفافيش، ويدنسوا الكتب الدينية ويقروها بالمقلوب عشان يمجدوا الشياطين. بعد أيام من الحفلات دي حصلت الحوادث الغريبة. ماتت مرات البارون في المصعد، بعدها بأسبوع ماتت أخته لما وقعت من بلكونة أوضتها، ومن وقتها البرج ما بيتحركش أبدا. بعدها مات 6 من الخدم، وكان آخرهم دي موريه كبيرة الخدم اللي ماتت في المصعد برضو وانفصلت راسها عن جسمها. وبعدها لقوا أخو البارون ميت في السرداب. آن كانت بتحاول تنتحر بعد كل جريمة قتل، بس كانوا بينقذوها في آخر لحظة. بس بعد موت عمها انتحرت وهي عندها 19 سنة. أما الصغيرة مريم أختها صحتها اتدهورت جامد جدا، كان عندها شلل أطفال واتصابت بمرض نفسي غريب. الأطباء عجزوا إنهم يعالجوها أو يعرفوا إيه هو. كانت بتعيط وتصرخ لساعات طويلة جدا، وما بتسكتش إلا لما تدخل أوضة المرايا. بعدها بشهرين ماتت في السرداب من غير ما حد يعرف السبب. البارون اتصاب في الوقت ده بأزمات صرع كتيرة جدا، فقرر إن هو يسافر لبلجيكا عشان يتعالج، بس مات هناك ورجع اتدفن في مصر زي ما وصى في كنيسة البازاليك. طب عشان نكمل حكاية قصر البارون هنطلع فاصل ونرجع تاني على طول. يمر العمر الواقف جواك، صوت ضحكك يعلى في ودانك، عليهم، عليك، عالدنيا، دوشة كبيرة توصل بيك لصوت الصمت. بس انت شايف، حاسس، يمكن بقيت للدنيا فاهم اكتر، وكلامك عبارة عن الشعرة اللي بين العقل والجنان، اللي فيها بيكون كلامنا كله عبارة عن تخاريف.
كل ده وأكتر هتعرفوه في برنامج تخاريف مع جهاد عطاء كل يوم خميس الساعة 11 مساء على راديو 2 FM. رجعنا لقصر الرعب تاني، وكنا بنتكلم عن البارون وقصته، وهنعرف ايه كمان ممكن نلاقيه هناك. في عربية الترام. عربية الترام دي آخر حاجة باقية من المشروع العملاق اللي كان بيعمله في مصر لإنشاء خطوط ترام. ولوحة إغراء بوذا على الواجهة الرئيسية فوق باب القصر، لأن بوذا طارد للطاقة السلبية. اللوحة فيها بوذا قاعد على زهرة اللوتس رمز النقاء في وضع تأمل، وحواليه بنات بملابس بسيطة. وفي القصر بانوراما كمان بتشرح القصر اتبنى ازاي وقصته ومين اللي بناه، فتستمتع بيها جدا. هي حاجة فوق الروعة. كان في القصر ساعة أثرية مفيش ليها مثيل غير في قصر ملكي في لندن. الساعة دي بتوضح الوقت بالدقايق والساعات والأيام والشهور والسنين، ومش بس كده، تغييرات أوجه القمر ودرجات الحرارة. احنا هنخلص السحر ده كله في القصر على الساعة 6 كده، فاحنا أكيد جوعنا. نختم بقى سهرتنا فين؟ في شارع عماد الدين. هناكل كشري جحا. مفيش حد بينزل شارع عماد الدين من غير الكشري ده بصراحة. وبعدها هنشوف فيلم في السينمات الكلاسيكية، وسعر التذكرة بيبدأ من 30 جنيه عشان تعمل حسابك. وبكده خلصنا حلقتنا النهاردة اللي كانت جميلة وغريبة ومرعبة وميكس غريب كده. الحلقة الجاية بقى هنتكلم عن مكان من كتر التفاصيل والمميزات اللي فيه محتارة اتكلم عن ايه بالظبط، بس دايما بنحب نسمع فيه فيروز مع صوت الموج. اكيد عرفتوها. شاركونا بالإجابة على صفحة الراديو. أول حد هيقول الإجابة الصح أنا هاخده معايا قصر البارون. أشوفكم الحلقة الجاية من برنامج هواها يرد الروح. كنت معاكم أنا مايل كافوري على راديو 2 FM.